بالصلصال الفوم بس هخليك تعمل الشخصية الفرعونية دي علشان نحتفل بالمتحف المصري الجديد. هنجيب خلة ونجيب لون أبيض ونركبه في الخلة يطلع معانا كده. نجيب لون البشرة ونركبها علشان نعملها رقبة للشخصية. بعد كده نجيب لون البشرة ونكورها ونعملها راس ونركبها في الشخصية بالمنظر ده. بعد كده نعمل العينين ونظبطها ونحط المناخير ونعمل مكان للبق ونعمل الودان كده ونحط العينين وبعد كده الحواجب. نجيب ألوان فلوماستر نلون بيها العينين. نجيب خلتين ونركبهم في ايدين الشخصية، واحدة يمين وواحدة شمال. نجيب اللون الأبيض ونبطن بيه على الخلة يطلع معانا كده. نجيب اللون الأسود ونبتدي نعمل الطاقية بتاعة الشخصية ونفضل نظبط فيها لحد ما يطلع معانا الشكل الفرعوني ده. بعد كده نجيب اللون الأصفر ونبتدي نشكل بيه على الطاقية، وبنفس اللون نبدأ نعمل الخطوط دي على الطاقية ونظبط مكانها. نعمل 3 تخرام هنا علشان نحط فيهم الجواهر، ونفضل بقى نشكل براحتنا ونعمل برضو جوهرتين تحت ويطلع معانا الشكل ده. نجيب شوية خلل ونبدأ نوزعهم تحت بالمنظر ده، ونجيب اللون الأبيض ونوزعه على الخلل يطلع معانا الشكل الجميل ده. ودلوقتي نجيب نفس اللون الأسود ونحط القطع دي علشان نطلع الشكل الفرعوني، ونحط الكورة الزرقاء ونظبطها ونبدأ نظبط شكل الشخصية بالمنظر ده. نجيب خلتين نحطهم تحت ونبتدي نبطن عليهم بلون البشرة ونبطن عليهم باللون الأصفر. ومبروك عليك، بقى معاك شخصية فرعونية عندك في البيت، وتحيا بجد المتحف المصري الجديد، وفخور ان انا مصري. كان معاكم طارق أرتينيا، تابعوني وهنعمل كل الألعاب في البيت.